السلام عليكم البنات. اليوم عندنا تحليه بزاف خفيفه وتليق في سهرات رمضان ان شاء الله. عندنا كاس حليب نزيدوا عليه مغرفه ونص تاع المايزينا ومغرفه ونص تاع السكر. نحركوا جيدا، لازم تذوب المايزينا ما نخلوهاش، نحركوها مليح، نحطوها فوق النار، نحركوها جيدا على نار هاديه حتى نتحصل على خليط كريمي. نبداو نحمروهم في لي فيغين تاوعنا. هاد التحليه فيها 3 طبقات. الطبقه الاولى تكون هكذايا بيضه غير بالحليب، ونديروا فوقها المكسرات الشيء اللي عندك. الطبقه الثانيه راح تكون كاس عكازوز ونفس المقادير الاولى، مغرفه ونص تاع السكر ومغرفه ونص تاع المايزينا. نزيدوها فوق الطبقه الاولى اللي تكون لازم بردت مليح، باسكو لو كان ما تكونش بردت رايحين يتخلطوا زوج طبقات مع بعض. الطبقه الثالثه راح تكون نفس المقادير، نزيدوا عليها مغرفه ونص تاع الكاكاو. نحركه جيدا على نار هاديه، هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه. نزيدوا له قطع من الشوكولا ومغرفه تاع الزبده باش يعطي لها لمعان، ونحركها حتى تذوب الشوكولا. نزيدوا نفرغوها فوق الطبقات الاولين اللي درنا، لازم يكونوا بزاف باردين، لو كان ما يبردوش رايحين يتخلطوا وما نتحصلوش على شكل مليح. هكذا يا خياتي، شوفوا مليح معايا. نفرغوا الطبقة الثالثة تاع الشوكولا فوق الطبقة الثانية اللي هي تاع الجازوز، نوزعها كامل مليح على لي فيغين، ونديروا عليها التزيين حيقعد اختياري. نديروا عليها غاطو بسكوت، شوية بيستاش، الشيء اللي عندك اختي في دارك، ما تكلفيش نفسك. هاي ليك النتيجة النهائية، شهية طيبة.